السلام عليكم، اهلا بيكي معايا فنانة شانيل. احنا اتفقنا ان القناة دي مخصصة لكل ما يخص الاسرة او كل ما يخص المرأة في البيت. ومن اهم فوائد الحاجة اللي بعرضها النهاردة او اللي النهاردة جاي اعمل عليها فيديو مكنة الخياطة. فايدتها كبيرة جدا في البيت، وبالذات لست البيت اللي هي عارفة او مقتصدة وبتعرف تعمل كل حاجة في البيت لوحدها واقل الامكانيات ممكن. يعني بتقدري تعملي كل حاجة في البيت ولوحدك. انا هقولك ايه الحاجات المطلوبة منك تبقى موجودة عندك في البيت لو انت هتقدري تعملي كل حاجة لوحدك في البيت، وحاجات بسيطة جدا. مكنة خياطة عادية جدا، معاها الماركر بتاع اللي بتعلمي بيه انت هتعملي ايه علشان تبقى الحاجة مظبوطة. كمان المازورة بتاعة الخياطة، ودي بنقول عليها احنا قصافة او مقص للخياطة نفسها، للخيط نفسه وانتي شغالة على المكنة. ودي فتاقة بنفك بيها الخياطة لو احنا غلطانين في حاجة. وده مقص عادي للمكنة الخياطة، والتاني مقص يعمل سرفلة عادية لو القماش ما بيتسرفلش. يعني مقص بفستونات كده بينفع لو انتي بتعملي بيه نهايات القماش. الحاجات دي بسيطة جدا وبدايات الخياطة. يعني احنا هنتعلم مع بعض ألف ب خياطة لأي حد ما بيعرفش يمسك مكنة أو ما يعرفش يعمل أي حاجة. تقدري تعملي كل حاجة على المكنة. وراها بيجي سي كده المكنة. أي مكنة دلوقتي بتبقى فيها كمبيوتر، فوراها بيجي CD ازاي تشغليها ازاي تعمليها. أي مكنة، مش المكنة دي بالذات. أنا ما جايش أعرض مكنة معينة، أنا جاية أقولك إن مكنة الخياطة بيجي وراها كمان CD بيعلمك ازاي تفك حتة فيها قطعة فيها. طبعا ولازم يكون معاكي الخيط المناسب للشغل اللي هتشتغلي بيه. إذا كانت بتتني ستارة، بتتني ملاية سرير، بتعملي قطع في حاجة. هي المكنة فايدتها كده في البيت ان نعمل منها ملاية سرير، نعمل منها حاجة اتقطعت. يعني فايدة كبيرة جدا وعظيمة جدا في البيت المكنة. مكنة الخياطة، آلة الخياطة بمعنى أصح. طبعا أي نوع خيط انت بتستخدميه بيبقى بلون القماشة اللي انت هتشتغلي فيه. وبالشكل ده بنركب الفتلة. كل مكنة خياطة ليها طريقة لتركيب الفتلة بتاعتها أو لعبة المكوك أو لملي المكوك بمعنى صح. بالشكل ده أي شغل على المكنة بيبقى بسيط جدا. احنا دلوقتي ما عادش زي الأول كل حاجة بتتعمل على في البيت، يعني التفصيل في البيت والحاجات دي ونلبس من شغل ايدينا والكلام ده. لا، احنا بنجيبها دلوقتي بنعمل بيها يعني حاجات بسيطة في البيت. زي ما قلتلك في الاول بنتني ملاية سرير، حاجة اتقطعت، ستارة. انا بعمل عليها كل حاجة تخص بيتي. زي الستائر بتاعتي بخيطها لوحدي، بعمل ملاية السرير بتاعتي لوحدي. ملاية سرير اتقطعت بعدلها، بقلب حاجة كانت عندي وباظت بفكها واعملها من جديد. طبعا جايبة مكنة على قد امكانياتي اللي انا بستخدمها بيها. دي مثلا فيها كام غرزة كده، فيها بتفتح عراوي، تفتح عروة، تعمل فستونة، تعمل نهايات شغل، تعمل سرفلة. حاجة بسيطة يعني. بالشكل ده مش جايبة مكنة تطريز ولا. ده بقى العيار بتاع الإبرة 1 و2، وده بيعبي المكوك. ودي طبعا مكان الخيط بالشكل ده اللي نملى بيها المكوك. المكوك اللي هو بيبقى من داخل المكنة من جوه، غير الخياط بكر الخيط اللي من فوق. بالشكل ده بخليهم قدامي لو انا محتاجاهم، طبعا الوان اللي انا محتاجاها. وده عيار الخيط نفسه العيار. وبنعبي المكوك. ودي طبعا بتقلب الشغل، بترجع يعني. ممكن تشتغل بالمقلوب المكنة بتاعتي. وده بيت المكوك، بتيجي تحت العلبة دي بيت المكوك بالشكل ده. ده بيت المكوك. بتطلع المكوك كده وتعبي فيه الخيط اللي هتستخدميه حسب لون الشغل اللي انت هتشتغلي. والعلبة دي بيجي وراها كده شوية اكسسوارات مع المكنة. فيها مكان الشغل بتاع العراوي، وفيها فرش للتنظيف، وفيها كمان مفكات ليها، وإبر خياطة برقم المكنة نفسه. الإبر اللي بتركب عليها رقمها يعني. وطبعا الحاجات دي انت بتقدري تغيري وتبدلي فيها حسب ما انت حابة نوعية الشغل اللي هتستخدميه. ممكن تشتري لها كمان اكسسوارات من بره. اي مكنة تقدري تشتري لها اكسسوارات من بره. دي مكنة بسيطة جدا، بقدر انا اعمل عليها حاجة بيتي في البيت. يعني اي ست بيت في البيت
بتقدر تعمل حاجة بيتها، تقدر تجيب مكنة وتشتغل عليها في البيت، تقدر تعمل مشروع من البيت، تقدر تزود دخلها، كمان تقدر تظبط حالها هي في البيت بحيث ما تحتاجش لحد بالشكل ده. احنا بما اني في الغربة هنا الواحد ما بيقدرش يعني ما بيعرفش طريق كل حاجة، فالمكنة هنا في البيت بتريحني، بخيط عليها الستائر بتاعتي، بعمل عليها اي حاجة تتقطع معايا، بظبط بيها ملاية السرير، اي حاجة بعملها عليها بالشكل ده. وده طبعا يرجع لي انت، وبعدين مش محتاجة تدريب. يعني انت لو جبتي مكنة وحطيتيها في البيت وقعدتي مرة واتنين بوظتي حاجة، هتقدري بعد كده تعملي اي حاجة، حتى لو لأطفالك الصغيرين بتنفع جدا في البيت. واي ست بيت شاطرة بتقدر تستخدم المكنة، وبالذات في شغل بيتها هي لنفسها ولبيتها بالشكل ده. هدور المكنة دي معاكم دلوقتي، هي كده فيها نور بسيط عشان تشوفي الخياطة وانت شغالة بالشكل ده. تنت حتة القماشة كده، انا هتني كأني هتني طرف السرير، ملاية السرير، بظبطها كده، مش محتاجة اي حاجة غير كده، تظبطيها بالشكل ده وتظبطي ايدك، هي بتظبط لوحدها زي ما انت شايفة، بس اهم حاجة تثبتي ايدك بس، وهي بتمشي لوحدها بعد كده زي ما انت شايفة كده، بسيطة جدا وسهلة جدا. ودي زي ما قلتلك بنقص بيها الفتلة، لو ما فيهاش المكنة نفسها حتة بتقصي فيها الفتلة، بتقطع لوحدها مقص يعني في المكنة نفسه بالشكل ده. تقدري تعملي اي حاجة في البيت، مش محتاجة لحد، ولا محتاجة تروحي مكان في بيعمل سرفلة، بيعمل عراوي، بيعمل تانية تتني حاجة فيها، تسهلي على نفسك في البيت. كل حاجة تعمليها مع نفسك لحالك في البيت، مخدة، ملاية سرير، كيس مخدة، اللي انت حابة. والحاجات دي اكسسوارات بسيطة انت بتجيبيها عشان تسهلي برضو على نفسك وبتساعدك جدا. زي ما قلتلك المقص ده بيعمل نهايات لأي قماش مش هتسرفليها، وده مقص الخياطة نفسه اللي هو المقص اللي بقص بيه الحاجة اللي انا عايزاها. ودي المكوك اللي هو بيتعبى خيط من نفس النوع اللي هتشتغلي بيه، وبتعبيه ببيت المكوك طبعا. ودي مكنة الخياطة سهلة وبسيطة استخدام، اي مكنة خياطة تقدري تشتغلي بيها. دلوقتي كمان البنات بتشتغل ما شاء الله ولا قوة الا بالله، بتعمل تطريز بمكنة الخياطة العادية السنجر القديمة اللي عندنا السودة اللي كانت تبقى في بيوت جدودنا القديمة، بيعملوا بيها تطريز على الطارة، احلى تطريز كمان. والماركر طبعا زي ما احنا عارفين، بس بيظبط وبيسهل عليكي لو انت حد مبتدئ، تقدري ترسمي بالمزورة والمسطرة الحتة اللي انت عايزة تشتغلي عليها. وطبعا زي ما انت شايفة كده ده لضم الإبرة بالشكل ده، ووراها بيجي CD تقدري تعرفي منه كل حاجة بالشكل ده. اي مكنة دلوقتي بيجي وراها CD. ونبدأ بالحاجة البسيطة الرقيقة، يعني اللي مش سعرها غالي قوي، علشان تقدري تجيبي حاجة بسيطة في البيت وتستخدميها وتعينك في البيت لما تبقي بروفيشنال، وبقى هاتي حاجة تقيلة وغالية. ابدأي بحاجة بسيطة، وبعدين جربي في الحاجات اللي دلوقتي طالعة بالكمبيوتر، حاجات رهيبة طالعة بالكمبيوتر بتعمل كل حاجة، زي برامج الغسالة، تظبطيها وهي بتشتغل بالشكل ده. حاجات بسيطة اي ست بيت تقدر تبقى عندها دي وتريحها وتخليها تعمل كل حاجة، تتني حاجة، تسوي حاجة لابنها لبنتها، لملاية سرير، لكيس مخدة، لستاير، لأي حاجة تقدري تعملي بيها. وطبعا ده لو انتي حتى لو مش بروفيشنال، حتى لو انتي حد عادي مبتدئ في الخياطة، دي اسهل حاجة تقدري تعمليها، ان انتي تجيبي المكنة العادية وتشتغلي عليها، تجهزي بيتك من كل حاجة، مش هتحتاجي لأي حد أبدا زي ما انت شايفة. وزي ما قلتلك أنا مش بروفيشنال في الخياطة، ولكن بعرف أعمل أي حاجة ممكن أعملها لنفسي لبيتي، أعمل عباية في البيت، أعمل أي حاجة أقدر أعملها. بعمل ملايات السرير بتاعتي، بعمل الستائر بتاعت البيت كلها، حتى الستائر الاستوديو بعملها
برضو بسبب ان انا جبت المكنة وقعدت عليها وقعدت ادرب نفسي لغاية ما عرفت اعمل كل حاجة في البيت، بحيث اني ما اطلعش بره ولا ادور لي على محل يعمل لي ملاية السرير، ولا محل يعمل لي استطارة. ودي حاجات بسيطة لازم تبقى موجودة، وكل ست بيت تقدر تعملها لنفسها ولبيتها ولأولادها. واشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.